السلام عليكم، معاكم عمر الشناوي ورابع فيديو من فيديوهات افتر افكتس. المرات اللي فاتت اتعلمنا اساسيات التحريك وعرفنا ازاي نعمل افكت البلورنس. ان شاء الله النهارده هنكمل في الحالة، وكمان هنعمل الجلو بتاع التكست ده، نخلي زي التكست منور كده، وهنتعلم ازاي نخلي الحركة سموز كده. تمام، وطبعا هنكمل شغل في الكيس اللي هو هنعمل الموفمنت دي. تمام، هنتعلم برضو ازاي نقسم الصورة كده، نخلي الابر ارش واللور ارش كل واحد لوحده، وكمان هنتعلم ازاي نرسم الخط ده. مش عشان ما نضيعش وقت ندخل على طول نجيب الصورة. ماشي، عايز مثلا تصغرها شوية. طبعا تداس على شيفت عشان الابعاد ما تتغيرش. ماشي، مثلا نكبرها شوية براحتك بقى اللي انت عايزه. ماشي، نجيب البوزيشن، نعمل كي فريم ونخليه هنا بحيث ان ده يكون هو هينتهي هنا، والكي فريم بقى اللي هيبدأ فيه يكون هنا. فنشوف كده الحركة. ماشي، نيجي كده. تمام، هو بيتحرك. ماشي، ممكن نقربه شوية. تمام، وهو بيتحرك بتلاقي ان التكست ده وده بينزلوا لتحت في الفيديو، يعني بينزلوا لتحت. فنعمل بوزيشن ونيجي قدام وننزلهم كده. طبعا يفضل ان انت تخلي واحد سابق واحد شوية، يبقى شكلها احسن. نيجي نبص كده. طبعا ده ايه، محتاج يتعدل شوية اهو. لو لاحظت ان الحركة هنا، بص الصورة دي بتتحرك ازاي، بتحس ان هي مملة كده. بص تاني، نفس الريتم كده بتاع الحركة، ما فيهاش ولا يعني نفس السرعة. فازاي تخلي كي فريم ده يكون نفس ده؟ تيجي هنا كده وتروح جاي دايس كليك يمين، كي فريم اسيستنت، وتيجي هنا ايز الشورت كات بتاعها F9. فتيجي هنا تحددهم وتدوس F9 هيتحول للشكل ده كده. لو بصينا على الحركة، بص تحس انها مختلفة شوية. ازاي بقى تخليها مختلفة واحسن واحسن؟ تحدد كده الكي فريمز وتدخل على حاجة اسمها جراف اديتور اللي هو ده. انت لو اول مرة تدخل على الجراف اديتور هتلاقيه متعلم لك على الفاليو، هتلاقيه شكله كده. لا، انت تأكد ان هو على السبيد. ماشي، وتزوم وتعمل كده وتجيب دي هنا. ممكن تزوم اكتر وتجيب دي هنا. اللي انا عملته ده ان انا خليت السرعة تبدأ بطيئة، بعد كده سريعة قوي قوي قوي، بعد كده تنزل سريعة قوي قوي قوي، بعد كده تبقى بطيئة تاني. ده الملخص اللي حصل في السرعة. لو جينا بقى نبص كده ايه اللي حصل، بص مختلفة تماما. انت بقى ايه، ظبطها براحتك بقى عشان تبقى يعني بالظبط. ماشي، خليها كده. بعد ما حصل كده الصورة دي كبرت، ندوس سكيل شيفت اس، ونيجي هنا نعمل سكيل كده زي الفل. وهي بتكبر نبص في الفيديو ايه اللي هيحصل. بص وهي بتكبر الصورة اللي ورا دي اختفت. بص بتختفي ازاي اهو، حصل لها اوباسيتي، الاوباسيتي بتاعتها قلت. وبعد كده دي كبرت كده وحصل لها اتغير في البوزيشن شويه. ماشي، نيجي هنا بعد ما عملنا السكيل في وسط وهو بيطلع كده، نيجي على الصورة اللي هي الكبيرة دي. ماشي، نعمل اوباسيتي. هو انا كنت عامل ماشي. نيجي هنا نعمل كي فريم للاوباسيتي، نيجي هنا نخليه 0 اهو. بص كده اهو، نفس البتاع بالظبط زي الفل. نيجي بقى الاهم، لو جينا نبص كده عشان برضو نتأكد ان كله تمام. ماشي، زي الفل. اهم بقى خطوة، اهم حاجة هتتعلمها من الفيديوهات دي، اللي هو ازاي تعزل بقى او تقسم الابر ارش واللور ارش. انا في اول فيديو نزلته اللي هو ازاي تعمل كونتراستور، انا رسمت حاجة او حددت كده اللاير ورحت راسم حاجة اسمها، او لما جيت اعزل عملت حاجة اسمها ماسك. الحاجة اللي انا عملتها دي اسمها ماسك. يعني انا لو جيت اللاير دي حددتها وجبت البين تول وجيت عزلت كده الابر، بص هو عزل اهو الابر. الحاجة دي اسمها ماسك. يعني لو جيت هنا ودوست حرف الام هيظهر لي ماسك 1، يعني انا كده عملت ماسك. ماشي، نمسح بقى الماسك ده. انا دلوقتي بقى عايز اعزل الابر عن اللور. طيب ايه المشكلة لو انا جيت على اللاير دي
ورحت عامل ماسك عليها هي، يعني اعزل كده عليها هي. ايه المشكلة؟ المشكلة ان هو لما يتعزل هو كده هيفضل معزول من البداية للنهاية، يعني هي كده الصورة بقت كده مقصوصة. فبص، بص الصورة هي جاية كده. طيب انا مش عايز كده، انا عايز الكاتنج اللي يحصل ده يحصل في نقطة معينة، انا مش عايزه يكون من بداية الفيديو. فنمسح الماسك ده. عايزينه منين بقى، من امتى؟ نعمل ايه بقى؟ فما نعملش الماسك على اللاير دي، احنا نسيب اللاير دي زي ما هي، نعمل منها نسخة. فندوس كنترول، بنعمل نسخة ازاي؟ كنترول دي، اهو عملنا منها نسخة. نجيب بقى النسخة دي، هي بتكون نفس النسخة دي في كل حاجة، يعني لو دوست يو ودوست هنا يو نفس الكي فريمز نفس كل حاجة. فنجيب بقى النسخة الجديدة دي ونجيب البين تول ونرسم، نعزل فيها الابر ارش. تمام زي الفل، انا رسمت كده رسم كروكي. طيب هو ليه لما انا عزلت ما ظهرش؟ لان في لير تحته، فنظهره كده لوحده اهو، كده اتعزل. طيب انا دلوقتي عملت الابر، طيب انا عايز اعمل اللور. نفس الكلام، ممكن يا اما اجيب النسخة القديمة خالص اللي هي الابر واللور، اعمل منها نسخة تاني واروح جاي عازل فيها اللور، او بطريقة اسهل بقى ان انا اعمل ايه، امسح دي، اجي اللير اللي انا عملت لها اصلا ماسك اللي هي الابر دي لوحدها، اعمل منها نسخة جديدة، كنترول دي. كده انا بقى عندي 2 ابر. فهدوس ام، هيظهر الماسك في جنب الام بقى حاجة اسمها انفيرتد. يعني انا كده بقول له اعمل لي ماسك بس بالعكس، يعني شايف الماسك ده، لا انا عايز بقى يكون معكوس، يعني يكون كل الجزء اللي مش ظاهر في الماسك. فلو دوست ام هيجيب لي بقية الصورة. فكده انا عملت ماسكين بكل سهولة. لو انا مش عايز الطريقة دي اهو، عادي جدا همسح دي، هاجي على النسخة، اي نسخة منهم هعمل منها اول نسخة تاني، واروح جاي دايس ام عشان الماسك القديم ده امسحه، امسح الماسك القديم عشان الصورة كلها تظهر، واجيب احدد اللاير واجيب البين تول وابدا ارسم اللور. كده انا اهو رسمت اللور اهو، حددت لي اهو، ظهر اللور لوحده زي الفل. بس عشان نضمن بقى او اسهل واسرع، ان انا اجيب النسخة اللي انا معمول لها ماسك اللي هو الابر، اعمل منها نسخة تانية هتبقى هي، ادوس ام وادوس انفرتد. كده انا عملت ابر ولور على طول. طيب انا دلوقتي لما اجي اعمل بقى خلاص اهو، ماشي، هيظهر الصورة تبدأ تكبر من اول هنا بقى، انا عايزها تبدأ تتقص. فانا هاجي اجيب واحدة منهم، مثلا دي هدوس بوزيشن، دي مثلا اللور ولا الابر، هشوف هدوس بوزيشن اللي هو كي فريم ده اللي هو فترة الثبات زي ما قلنا، اللي هو ده هو ده، فما حصلش تغيير. فنيجي هنا ده اللي هو اللور، ماشي، فننزله لتحت. بص حصل ايه لما نزلته تحت، الصورة اللي تحت دي لسه موجودة اللي هي الصورة الأصلية، هنعدلها دلوقتي. ماشي، نيجي على ده اللي هو الأبر، نعمل بوزيشن، لا ده الأبر بقى عايزين نعمل روتيشن، فندوس شيفت ار نعمل روتيشن، وممكن كمان نعمل له بوزيشن وسكيل. فنيجي بعدها بشوية بعد ما نزل نروح جاي عاملين روتيشن اهو، روتيشن، ونرجع ده، نرجع ده لورا كده. ممكن كمان نعمل له سكيل نقلله شوية اهو زي الفل. نيجي نبص اهو، اتقسموا وزي الفل. طيب طبعا ممكن نعمل بقى هنا ايز براحتك F9 وتعمل بقى الحركة اللي انت عايزها وكل حاجة. طيب انا بقى لما عملت قسمتهم، في الصورة الاصلية لسه موجودة، فالصورة الاصلية دي انا مش محتاجها. فشوف من اول فين بقى انا مش محتاجها، من اول ما الحركة وقفت، يعني من اول هنا اهو، من اول ما الحركة وقفت هنا، دي اللاير الاصلية. فدي نقصها ازاي؟ من الت ودال كده نقصتها. فخلاص انا كده لما اجي اعمل بقى التقسيم اهو اختفت خلاص. فنشوف انا مش محتاجها من اول فين وتقصها. خلاص على كده عملت الحركة بتاعتك وزي الفل. نيجي بقى نرسم الخط اللي انا رسمته في الفيديو. تمام، هو طبعا ماشي، ممكن نرسم ده او ده اللي انت عايزه، بس انا هختار الاسهل. او ممكن ارسم مثلا ده اللي هو بتاع الميد لاين. ترسمه ازاي؟ اقول لك ترسمه ازاي. تتاكد ان انت مش معلم على اي لاير، تعمل زوم اوت كده وتحدد في مكان فاضي، ما تعلمش على اي لاير. تتاكد ان انت مش معلم كده على لاير، لان لو علمت على لاير وجيت ترسم
هيرسم ماسك، لا اتاكد ان انا في مكان فاضي واجيب البين تول ونقرب كده نرسم ال الخط ده. نيجي مثلا نعمل نقطة هنا ونيجي نعمل نقطة، عايزة يبقى نفس الخط كده بالظبط، يفضل دايس على شيفت وتعمل نقطة تانية هيطلع كده ستريت. عايز بقى تحدد مكانها يبقى في الميد لاين بالظبط، تزقها كده شوية بقى وتظبطها براحتك. ماشي انا كده رسمت خط. طبعا تتحكم فيه ازاي او اللون بقى والكلام ده هو من الستروك ده، تزود براحتك، تدوس هنا تغير لونه اللي انت عايزه، تخليه ابيض يعني بيكون احسن، وتخلي مثلا هنا 4 ولا 3. ماشي. ازاي بقى تحركه؟ هتيجي هنا على الشيب اللي انت رسمته اللي هو الخط ده، تنزل في السهم، بعد كده تعمل اد. هتيجي في اد حاجة اسمها تريم باث، هو ده اللي احنا هنرسم منه. تريم باث هيظهر هنا تريم باث، هتنزل فيه، هتدور على اند، تعمل كي فريم وتمشي شوية وتروح جاي عامل كي فريم تاني. ماشي من الاول تاني عشان انا متأكد ان انتوا ما تهتوا. اهو اللاير موجود عندي، الشيب اللي هو ده، بتنزل في السهم وتعمل اد وتدور على تريم باث اللي هو ده. اول ما تدوس عليها هتلاقي ظهرت لك تحت هنا، تنزل فيها وتيجي على، هتلاقي هنا في كي فريمز، انا عايز كي فريم الاند، تعمل كي فريم وتمشي شوية وتعمل تاني كي فريم كده، هما نفس القيمة فما حصلش اي تغيير. ماشي هنيجي بقى على الكي فريم الاولاني ده ونروح جاي مغير. بص هيحصل ايه بقى، هو 100%، انا هخليه بص بص كل ما بقلل بيحصل ايه، بيختفي. فانا هخليه 0 اهو كده كأنه بدأ 0 اهو وعمل 100% زي الفل اهو. ده طبعا لو احنا رسمنا الميد لاين. ماشي. ازاي بقى اخر حاجة، احنا كده يعتبر عملنا الحركة وعملنا الخط، فاضل الجلو بتاع التكست. يعني انا مثلا كتبت تكست كده، مثلا نكتب اي حاجة، نكتب بيفور اي حاجة. ماشي سوري، وانت بتكبر تفضل دايس على شيفت عشان يبقى نفس الحاجة. ماشي. ازاي بقى تعمل الجلو اللي هو يكون منور كده؟ في افكت اند بريسيتس بتدور على حاجة اسمها ديب جلو اللي هو ده، انت مش هتلاقيه موجود عندك لان ده حاجة اسمها بلجن، دي حاجة بتحملها من بره وتحطها في البرنامج وبتشتغل في البرنامج. فانا يعني انا هبعته لكم على الجروب وفي الديسكريبشن بوكس برضو في اليوتيوب. ماشي. لما هتحمله هتلاقيه ملف عامل كده، هتدخل عليه هتلاقيه ملفين، اللي فوق ده هو ده الافكت ذات نفسه، وده تكست كده هنستخدمه دلوقتي. فازاي تفعل بقى، تجيب الافكت ده وتعمل له كوبي وتدخل على سي، وبعد كده بروجرام فايلز، بعد كده ادوبي، بعد كده ادوبي افتر افكتس سبورت فايلز، وتدخل على بلجنز. فين بلجنز اهي، وتعمل له هنا بيست. انا طبعا عامل له هو موجود عندي فهو ظاهر عندي هنا. تمام. بعد ما عملت له بيست هتدخل على البرنامج تقفله وتفتحه من جديد عشان يظهر عندك. هتدور بقى عليه هتلاقيه هنا، هتروح جاي واخده وسحبه على التكست بتاعك. طبعا انت هتلاقيه مش منور كده لان هو لسه ما حصلوش اكتيفيشن. فتعمل له اكتيفيشن ازاي؟ بتدوس على ريجستر هنا وتجيب التكست اللي انا قلت لك عليه، تجيب ده تعمل له كوبي اللي هو ده، تعمل له كوبي هنا وتدوس اكتيفيشن. طبعا انا عامل له اكتيفيشن فخلاص تمام. هيظهر بقى هنا تتحكم فيه بقى براحتك، مثلا الاكسبوجر ده تقلله شويه لو انت عايز، تزوده براحتك بقى اللي انت عايزه. الراديوس ده اللي هو المحيط بيه ده اللي هو ده، بص تقلل مثلا كده او تزود اللي انت عايزه. فكده تمام. اه ممكن برضو تغير لونه، يعني تغير لون الخط من كاركتر زي ما قلنا اهو، تخلي بقى لونه ازرق ابيض اي حاجه، دوس اوكي كده زي الفل. عايز تحرك التكست ده برضو عادي جدا، بتدوس بوزيشن مثلا او روتيشن، عايز تعمل اي حركه انت عايزها او سكيل او اي حاجه. بوزيشن مثلا وتجيبه هنا وتخلي البوزيشن مثلا هنا اهو، بص هيتحرك كده اهو زي الفل. فكده يعتبر احنا خلصنا، اتعلمنا الثلاث حاجات. طبعا احنا ان شاء الله هنكمل
يعني هنكمل الكيس، هنفضل ننزل فيديوهات لحد ما نخلص الكيس بإذن الله. وفي وسط بقى واحنا بنكمل الكيس هنشرح بقى البيزكس اللي انت محتاج تعرفها عشان تبقى خلاص فاهم اساسيات البرنامج، وتعرف من خلالها ان شاء الله تطلع فيديو لحالتك يعني، او اي حاجة انت وقفت قدامها ان شاء الله. اتمنى يكون الفيديو مفيد، ونشوفكم بإذن الله في فيديو قادم. السلام عليكم.